في اوقات هتفوت عليك وانت بتسال نفسك انا كنت تمام، انا ايه اللي خلاني اعمل في نفسي كده وابدا من الاول، انا ايه اللي خلاني اذاكر، انا عشت ده وجاي لكم الحته دي موجود فيها دلوقتي، والموضوع فعلا اتس وورث ات. انا نفسي كمان مريت بتجربه ان انا ما عدتش في امتحان اول مره، والتجربه مؤلمه جدا. احساس ان انت تكون واحد طول وقتك بتجيب 98% ما شاء او الله. 99% وفجاه صحيت من النوم ولقيت الرقم مش موجود. بلان حياتك كلها على انه انا هخلص الستيب دي عشان الستيب اللي بعدها. انا مريت بيها وما اتمناش لاي حد، ولكن ده بارت اوف ذا ديل. ربنا بيأخر لك الحاجات لوقت مناسب عشان انت تكون جاهز بشكل افضل. فكيب ان مايند انت جاي لي هتمر بايه، ودي حاجه انا مريت بيها وناس كتيره جدا مروا بيها، واللي هتقراه ما بين السطور ما بين البيشنت هيساعدك جدا، مش بس في الام سي كيو، هيساعدك كمان في الاوسكي. لان دايما بنقول ان الاجابه بتبقى عند البيشنت. كل الحاجات موجوده وافيلابل وانت تقدر تعملها اونلاين من غير حتى ما تيجي. الاوسكي ما فيش اوبشن فيه غير انك تعمله جوه كندا. الموضوع ممكن ياخد سنه مينيمم، ممكن ياخد اكتر من كده لو انت ما عدتش من اول. بارت اوف ذا ديل. انا كمان عشت ايام صعبه في الخليج مش بنساها، وعشان كده قررت اجي. ناس كتير اعرفها بيعملوا انكم اكتر بكتير من الخليج. اونتاريو هي احسن بروفنس تاخد منها المعادله لو هتنجح من اول مره. النيد بتاع الصيادله هنا عالي جدا، وفي كميه ديفيسيتس في الصيادله مش طبيعي. عندي شخص صاحبي جدا عمل المعادله ونجح، بس هو ما اشتغلش خالص كصيدلي هنا، وما كانش شغال كصيدلي هناك، وربنا كرمه واشتغل في شركه ادويه رايت اواي. ما شاء الله. فده مش مستحيل، هو قليل.